بداية كنرحب بكم في الحفل ديالنا السنوي، الحفل السنوي. هذه النسخة الثانية تقريبا. هذه النسخة الثانية من بعد سنة رياضية كاملة توجنا فيها مجموعة ديال الأشياء على صعيد الحكام، على صعيد المراقبين المقابلات، ولكن اللي كان أساسي ومهم في هذه السنة هذه هو نهاية التكوين ديال الفوج 2014-2016 لحكام تارودانت. هذا الفوج هذا اللي كنعتبره انا شخصيا نموذجي. علاش؟ لان بفعل توصيات ديال السيد رئيس العصبه السي عبد الله ابو القاسم كان كيصر ويصر على ان الفوج هذا يكون مميز. الحمد لله وفر لنا جميع اللي كنحتاجوه. وفر لنا اطر اساتذه في حجم السي احمد بالخاطر اللي هو مدير المديريه الجهويه للتحكيم، السي الحراري عبد العزيز اللي هو مكون واطار وطني، مجموعه ديال الشخصيات اخرين والاساتذه اللي كيحضروا. اخر حضور كان هو اللي الحكم الدولي السي خالد هنيش اللي جاء في شهر في رمضان، حتى هو عطى واحد الدفعه اخرى. الحمد لله تخرجوا عندنا حكام وحكامات، ومن هنا كنشكر هاد الحكام وهاد الحكامات على انهم بذلوا مجهود اللي هو كبير. بخصوص الحفل ديال هاد السنه كيتضمن مده ديالو يومين. فنهار السبت صباح الفتره الصباحيه ديال السبت كانت دوره تكوينيه، فتره صباحيه تكوينيه لفائده الحكام قام بها المؤطر والحكم الدولي السابق سي خليل الرويسي. كنا مقررين لها فقط ساعه ونص حتى ساعتين، ولكن بفعل التفاعل ديال الحكام والطريقه باش السي خليل كيعطي الدرس والتكوين ديالو اللي كيعطي كل ما هو عملي، ووصل المعلومه بواحد الطريقه سلسه. الحكام وصلت دامت 4 ساعات، يعني ساعتين واستراحه ساعتين. هذا كيدل على التجاوب اللي كاين، وتدل على ان الحكام معطشين بحال هذه المبادرات، والناس بغاو يزوروهم حكام اخرين. وهنا الدعوه عامه لجميع الحكام الدوليين الوطنيين، مرحبا باي واحد بغى يجي يعاون هاد الوليدات هادو، مرحبا بهم. هذه من ناحيه. كذلك كان معنا الحضور ديال المراقبين المقابلات. كتعرفوا الدور ديال المراقب المقابله حاليا في الساحه الرياضيه وفي الملاعب، انه كيلزم عليه يعرف جميع القوانين ديال كره القدم، لا الكرون فوت لا فوتسال. بخصوص الفترة المسائية، هذه الفترة المسائية كتضمن دوري نسائي. ملي كنقول نسائي وانتم راه شفتوا معنا انه يمنع منعا كليا دخول الرجال الى رقعة الملعب. الاخوان في الهلال الاحمر جزاهم الله عنا كل خير وفروا لنا مسعفات، حكمات، لاعبات. يعني ما الرجل الله كيبقى عندنا عدد قليل ديال الاخوه الصحفيين اللي هما ذكور، لان كنعرفها مهنه المتاعب، ولاساسي انه تقريبا الله الا كتلاحظوا معايا قليل ديال الاخوان الصحفيين هما اللي ذكور، اما كل شيء الباقي فانهم كلهم اناث. من بعد منها غدا ان شاء الله الصباح كاينه تكوين بعنوان شخصيه الحكم، غيقوم به السي رشاد يوسف اللي هذا حكم ممارس بسويسرا ومكون، ومن بين الناس اللي ساعدوا بزاف ساعدوا هذه الجمعيه. لوجيستيكيا انسان عاون بزاف هاد الوليدات هادو. وفي الفتره المسائيه وبالاضافه ذلك كيكون معاه السي فرتوت اللي هو لاعب دولي سابق، وكذلك مدرب حالي، باش نشوفوا التفاعل ديالو، يعطينا العلاقه ديال المدرب بالحكم، ونشوفوا شنو هما الامور اللي ممكن توصلوا فيها، شنو هما الامور اللي ممكن يمنع الحكم ما يديرهاش مع المدرب او العكس. في الفتره المسائيه كاين نشاط اللي هو الحفل الختامي اللي غيعرف جوج ديال الامور اللي مهمه. المساله الاولانيه اللي غيعرف هي حفل تخرج الحكام ديال هذه المدرسه اللي قلت لكم فوج 2014-2016. والنقطه الثانيه الاساسيه هي تكريم السي الحاج محمد جيد اللي هو قدم مجموعه الخدمات، واستاذ ديالي انا شخصيا، وقدم مجموعه الخدمات الرياضه السوسيه والتحكيم السوسي بالاخص. وهو روداني
وعيب علينا كجمعيه حنا ما نكرموش واحد الانسان اللي هو ولد البلاد. هذا ما كيعنيش اننا ما منفتحينش، على العكس حنا فاتحين جميع الطاقات، جميع الاساتذه ديالنا على الصعيد الوطني والدولي. والدليل على ذلك انه قدمنا استدعاء دعوه لمجموعه ديال اللاعبين دوليين، مجموعه الحكام دوليين، مجموعه المؤطرين دوليين. اللي استجب لنا، اللي استجب راه مزيان، اللي ما استجب نعذروه. ونتمنوا ان السنه الجايه ان شاء الله هاد الناس يحضروا معنا، والباب مفتوح في اي وقت. واي واحد بغى يساعد هذه الجمعيه، ما كنهضرش على الماده نهائيا، لان الحمد لله ما عمرنا تشكينا من الماده. علاش؟ لان معنا رجال، وفي هذه البلاد فيها رجالات اللي هما الرجالات اللي يقدروا يعطوا لهذه الجمعيه اللي هي يعطوها بجبجاف. والحمد لله كما كتشوف انه نشاط اللي هو كبير، حضروا فيه مجموعه ديال الشخصيات، وغيحضروا مجموعه الشخصيات غدا ان شاء الله، مجموعه اللاعبين الدوليين غدا. وما بغيتش نحرق مفاجات، كاين مفاجات ان شاء الله نخلوها حتى لغدا. وكنشكركم الاخوان في المنبر الرياضي على التفاعل معنا، ماشي في هذا الحفل ديالنا، ولكن على طول تقريبا هاد 4 سنوات اللي كنتحمل هذه المسؤوليه بحكم الصداقه اللي بيني وبينكم. كنشكركم بزاف، كنقول لكم شكرا، الله جزاكم الله عنا كل خير، وشكرا لجميع الرياضيين، وسنه رياضيه سعيده، وكل عام وانتم بخير.